بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها جيزابيل وهي بتنقل عفش البيت مع جوزها لأنها رايحة تعيش في بيت جديد، وبعدين بيركبوا العربية وبيتحركوا بيها، بس للأسف بيعملوا حادثة بالعربية وبيتنقلوا للمستشفى، وهناك جيزابيل بتعرف من الدكاترة إن جوزها مات وكمان ابنها اللي في بطنها مات. ومش بس كده، ده كمان حصل لها كسور كتير في جسمها ومش هتقدر تتحرك قبل 4 شهور من العلاج الطبيعي. وبعد ما بيعدي شهرين على الحادثة دي، الدكتورة بتقول لجيزابيل إن فترة إقامتها في المستشفى خلصت وإنهم هيبعتوا لها دكتورة تكمل معاها العلاج الطبيعي في البيت، وبتسألها لو أمها تيجي تستلمها من المستشفى. فجيزابيل بتقول لها إن أمها ماتت زمان وهي طفلة وأبوها بعتها تعيش مع عمتها وهي ما شافتش أبوها من زمان. فالدكتورة بتقول لها لازم تشوفي حد يجي يستلمك من المستشفى. فجيزابيل بتروح تكلم أبوها اللي ما شافتوش من زمان، وفعلا أبوها بيجي يستلمها من المستشفى وبياخدها بعربيته لبيته. وهناك بيدخل جيزابيل بالكرسي المتحرك للبيت وبيفتح لها أوضة أمها اللي ماتت زمان، وبيقول لها أنت هتقعدي هنا لأن أوضتك في الدور التاني وصعب عليكي تطلعي وتنزلي بالكرسي المتحرك. وبيقعدها على سرير أمها وبيسيبها عشان تنام. وأثناء ما جيزابيل بتحاول تنام بتسمع صوت جاي من ورا الستارة، ولما بتكشف الستارة مش بتلقى حد موجود في الأوضة. وتاني يوم الصبح بتنادي على أبوها بس مش بتلقاه في البيت، فبتمسك الراديو وبتشغله عشان تسمع أغاني، لكن بعد شوية صوت الأغاني بيتحول لصوت واحدة بتعيط، وجيزابيل بتحاول تغير المحطة وما بتعرفش. وبعدين جيزابيل بتدخل تدور في أوضة أمها على حاجة تسليها، فبتلقى في الأدراج لعبة البطاقات اللي بيستخدموها عشان يتنبأوا بالمستقبل، وبتلقى تحت السرير صندوق عليه اسمها. ولما بتفتح الصندوق بتلقى شريط فيديو عليه اسمها، فبتروح تحط الشريط في التلفزيون وبتشغله. فبتلقى أمها مسجلة نفسها وهي حامل فيها، فبتفرح قوي عشان دي أول مرة في حياتها تشوف أمها. وأمها بتقول لها المفروض أبوك يسلمك الصندوق ده في عيد ميلادك ال18، وبتقول لها سلميلي على شغالة اللي اسمها ديفيس لو لسه موجودة في البيت. وبتمسك بطاقات التنبؤ بالمستقبل عشان تشوف مستقبل جيزابيل هيبقى عامل ازاي. لكن بعد ما بتفرش الكروت بتقول لجيزابيل ان فيه روح موجودة معاكم في البيت وعايزة تطلعك من البيت عشان هي معتبرة ان البيت ده بيتها. وجيزابيل بتبدأ تستغرب من الكلام ده، وفجأة ابوها بيقفل التلفزيون وبيمسك الشريط وبيكسره. وجيزابيل مستغربة ابوها بيعمل كده ليه، وبيشيل جيزابيل وبيحطها على الكرسي، وبعدين بياخد الكرسي بتاعها وبيروح يرميه في البحيرة اللي قدام البيت. وجيزابيل متضايقة من تصرفاته قوي، وبالليل وهي نايمة على السرير بتحس بالكرسي المتحرك بيقرب من السرير وعليه بنت. وجيزابيل بتسألها انت مين، فبتقول لها انا جيزابيل. والشبح ده بيمد ايده من ورا الستارة وجيزابيل بتصرخ وبتغطي وشها في المخدة. وتاني يوم الصبح بتصحى من النوم بتلقى كرسي متحرك جنب سريرها وبتقعد عليه وبتخرج لابوها اللي بيكون محضر لها الفطار، وبيعتذر لها على اللي عمله امبارح لانه كان سكران وان الموضوع ده مش هيتكرر تاني معاها. وبيقول لها ان الكرسي ده كان بتاع امها وهو اللي جابه لها من البدروم بدل الكرسي اللي رماه في البحيرة. وبعد ما ابوها بيسيبها وبيروح شغله، جيزابيل بتلاحظ ان في حاجات بتنور على الناحية التانية من البحيرة، وبعدين بتروح تشغل الشريط التاني قبل ما ابوها يرجع من الشغل. وامها بتقول لها في الشريط ان هي سألت صاحبها في الكنيسة اللي اسمه موزز عن اللي هي شافته في البطاقات، لان صاحبها موزز هو اللي معلمها تقرأ البطاقات. وموزز قال لها ان فيه بنتين موجودين في البيت وان الاتنين اسمهم جيزابيل. وبتبدأ تفرز الكروت من تاني عشان تعمل تنبؤ جديد، لكنها بتتصدم لما بتشوف الكروت. وبتقول لجيزابيل انا اسفة جدا بس الكروت بتقول انك هتموتي موتة بشعة جدا. وجيزابيل مصدومة بيبدأ يبان عليها القلق والتوتر، وبتروح تنام على السرير، لكن بتدخل عليها دكتورة العلاج الطبيعي اللي المستشفى بعتها عشان تتابع معاها التأهيل. والدكتورة بتاخد جيزابيل وبتحطها في البانيو وبتسيبها عشان تستحمى. وفجأة مية البانيو بتتحول لدم اسود، وفجأة بتظهر قدامها شبح بيصرخ بطريقة مزعجة جدا. وجيزابيل بتترعب منها وبتحاول تنزل من البانيو وبتزحف لغاية الباب والشبح بيطاردها، لكن فجأة ابوها بيفتح الباب وجيزابيل بتلقى كل حاجة رجعت لطبيعتها تاني، ده حتى مية البانيو رجعت لشكلها الطبيعي. وابوها بيشيلها وبيرجعها للسرير تاني، وبيدور في الادراج على شرايط الفيديو بيقول لها انا هولع في الشرايط دي عشان هي اللي بتأثر على عقلك. ولما جيزابيل بتعترض وبتقوله ان الشرايط دي هي اخر حاجة فضلالها من امها، ابوها بيقول لها ان امها كان عندها السرطان وهي حامل فيها، وانها رفضت تاخد جرعات الكيماوي عشان تحافظ على حملها، وان السرطان اثر على عقلها وفي اخر ايامها كانت مجنونة، وانه لازم يتخلص من الشرايط دي عشان هتقضي على عقلك انت كمان. وبيروح يرمي الشرايط في برميل عشان يولع فيها، وبعدين بيروح يجيب بنزين من الحظيرة وبيولع النار
النار، لكن فجأة النار بتمسك في ايديه وفي الحظيرة كلها، والباب بيتقفل عليه من بره، وجيزابيل مرعوبة على ابوها جدا وبتحاول تزحف عشان تلحق ابوها، لكن الحظيرة كلها بتولع وابوها بيموت محروق قدام عينيها. وبعدين في العزا بتاع ابوها بيجي شاب اسمه بريستون عشان يعزيها، واثناء ما بريستون بيعزيها جيزابيل بتلمح واحد وشه محروق بيبص عليها، فبتفقد الوعي وبيغمى عليها، وبريستون بيروحها لبيتها وبينام جنبها على الكرسي لغايه ما جيزابيل بتفوق، وبيقول لها ان هو اللي جابها وفضل نايم جنبها عشان يطمن عليها. وتاني يوم بياخدها وبيروحوا مطعم عشان يتكلموا، وبنعرف انهم كانوا مرتبطين ببعض، لكن جيزابيل انفصلت عنه وراحت الجامعه وما رجعتش البلد تاني. وبريستون بيقول لها ان هو كمان اتجوز، وجيزابيل بتحكي له على كل حاجه حصلت معاها من يوم ما رجعت، والحاجات اللي هي بتشوفها والشرايط اللي امها سابتها لها. فبريستون بيروح يجيب الشرايط اللي ابو جيزابيل ملحقش يولع فيها، وبيشغل الشرايط دي لكنه بيقفلها على طول، وبيقول لجيزابيل ان الشرايط دي هي اللي هتأثر على عقلك، وبيقول لها لو حتى عايزه تشوف الشرايط دي من باب الفضول استني لما تخفي وتمشي على رجليكي مش في حالتك دي. وبريستون بتجيله رساله من مراته بيستأذن جيزابيل انه لازم يمشي، وبيسيب لها رقم بيته وبيقول لها لو احتجتي حاجه رن عليا. وبعد ما بريستون بيمشي جيزابيل بتكون قاعده لوحدها، لكن الفضول هيموتها انها تشوف باقي الشرايط، وفعلا بتقرب من التلفزيون وبتشغل شريط كمان، فبتلقى امها بتصور الكروت المرصوصه قدامها وهي بتعيط، وبتقول لها انت هتموتي يا جيزابيل. وفجاه ازازه الويسكي بتترمي على التلفزيون وبتتكسر، فبتطلع موبايلها عشان ترن على بريستون، لكن زوجة بريستون هي اللي بترد عليها، ولما بتعرف انها جيزابيل بتقفل السكه في وشها. وبعدين جيزابيل بتسمع صوت رجلين نازله تجري على السلم لكنها مش شايفه حد، وفجاه الكرسي بتاعها بيسحب لوحده، وبتشوف في المرايه شبح البنت واقفه وراها، لكن لما بتبص وراها مش بتلقى حد. وبعدين بتسمع صوت جاي من المرايه، ولما بتمد ايدها عشان تلمس المرايه فجاه المرايه بتتكسر لوحدها، وبتلقى فتحه في الحيطه ورا المرايه، ولما بتمد ايدها في الفتحه بتلقى شريط فيديو جديد وبترميه بعيد وهي مرعوبه. وبعدين بتلمح نور من بعيد على الناحيه التانيه من البحيره. وتاني يوم الصبح بتصحى من النوم بتلقى ازازه الويسكي سليمه جنبها، وبتروح تقعد عند البحيره، لكن برضه بتشوف نور من بعيد على الناحيه التانيه من البحيره، وبيجي بريستون عشان يطمن عليها، وهي بتشاور له على النور اللي جاي من بعيد. فبيركبوا هما الاتنين مركب عشان يروحوا يشوفوا النور ده ايه، ولما بيوصلوا للناحيه التانيه من البحيره بيلقوا تعاويذ كتيره متعلقه على الشجر، وهي اللي كانت بتعكس نور الشمس. ده غير انهم بيلقوا هناك قبر عليه اسم جيزابيل وتاريخ ميلادها، وجنب القبر بيلاقوا طيور لسه مذبوحه جديد، والموضوع كله بيبقى مريب بالنسبه لهم مش فاهمين حاجه. وبريستون بيبدا يحفر في القبر لغايه ما بيلقى تابوت مدفون، وبيخرج التابوت وبيفتحه فبيلقى جثه طفله في التابوت، وبسرعه بيستدعوا الشرطه عشان تحقق في الموضوع. والشرطه بتاخد عينه من اللعاب بتاع جيزابيل عشان يطبقوا الحمض النووي بتاعها بالحمض النووي بتاع الجثه عشان يشوفوا لو في اي قرابه بينهم. والظابط بيقول لها ان هم كمان هيطلعوا جثه ابوها عشان ياخدوا عينه من الحمض النووي بتاعه ويطبقوها بالجثه. وتاني يوم الصبح جيزابيل بتخلي بريستون يوديها عند ديفيس الخدامه اللي كانت شغاله عند امها، اللي امها قالت لها في الشريط تبقي سلمي لي عليها. ولما بيوصلوا هناك بيلاقوها قاعده على كرسي وما بتتكلمش وشكلها غريب قوي. ولما بريستون بيقول لها ان دي جيزابيل بنت الناس اللي انت كنت شغاله عندهم زمان، فجاه شغاله بتتعصب وبتتكلم كلام مش مفهوم، فبيجي جارها وبيقول لهم ان هي كده بتغني اغنيه والمفروض انها كده بتخاطب الروح اللي ساكنه جيزابيل. وفجاه شغاله تمسك جيزابيل من شعرها وبتقول لها قول الموزز يجي عشان ياخد اللي هو عايزه. وبعد ما بيخرجوا هما الاتنين من هناك جيزابيل بتقول لبريستون ان موزز اللي شغاله ذكرت اسمه ده كان صديق من الكنيسه، وهو اللي معلمها تقرا البطاقات والتنبؤ بالمستقبل. وفعلا بيروحوا هما الاتنين لبيت موزز، لكن بيلاقوا مقام معمول هناك لموزز وبيعرفوا ان موزز مات. وبيجي جماعه من قرايب موزز وبيضربوا بريستون من غير سبب، وبعدين بيطردوهم هما الاتنين من المكان. ولما بيرجعوا للبيت بريستون بيقول لها انت ما ينفعش تقعدي هنا لوحدك وهاخدك تعيشي مع امي. وفعلا جيزابيل بتدخل تلم حاجتها من البيت عشان تسيبه، وبعدين بريستون بيدخل عشان يشيلها ويركبها في العربيه، لكن لما بيركب في العربيه بيتفاجئ ان الشبح هي اللي راكبه جنبه. وفجاه الشبح بيهجم على بريستون وبيحاول يقتله، وبريستون بيحاول يهرب منه والشبح عمال يطارده لغايه ما الشبح بيخبط راس بريستون في الارض وبيخليه يفقد الوعي. وجيزابيل بتخرج بره بتلقى بريستون مرمي على الارض، وبتطلب الشرطه والاسعاف بتنقل بريستون للمستشفى.
ابوها. والظابط بيقول لجيزابيل ان نتيجة التحاليل الاولية للجثة اللي لقوها بتقول انها جثة بنته وانها اتولدت عايشة لكنها ماتت مقتولة. فجيزابيل بتبدأ تشك ان الجثة المقتولة دي لها علاقة بالشبح اللي موجود معاها في البيت. وبعد ما الظابط بيمشي جيزابيل بتنادي على الشبح وبتقول لها لو عايزة تقولي لي حاجة قولي لي انا سامعاكي. لكن فجأة الظابط بيرن عليها وبيقول لها ان نتيجة المعمل الجنائي وصلت وان الجثة اللي لقوها كانت لبنت بشرتها سمراء. ده غير انهم اكتشفوا كمان ان جيزابيل مش بنت ابوها. وفجأة المكالمة بتفصل والتلفزيون بيشتغل لوحده وقدامه الشريط اللي جيزابيل لقيته في الفتحة اللي ورا المراية. فبتعرف ان الشبح عايز يقول لها حاجة وبتشغل الشريط فبتلقى امها بتصورها وهي لسه طفلة مولودة. وامها بتمسك المخدة وبتحاول تكتم نفسها عشان تقتلها لكنها رجعت في كلامها ومسكت المسدس وقتلت نفسها. وفجأة شبح امها بيظهر قدامها في البيت وجيزابيل بتعرف من شبح امها الحكاية كلها. هحاول افهمكم الحكاية كلها بالمختصر المفيد. ام جيزابيل خانت ابوها مع صاحبها موزز اللي كان بيعلمها تقرأ الكروت لكن امها ما كانتش تعرف انها حامل من موزز. وبعد ما ولدت بنتها اتفاجئت ان الطفلة بشرتها سمراء فجوزها عرف انها خانته مع موزز واخد الطفلة جيزابيل الاصلية وقتلها ورمى جثتها في النهر. وكمان راح لموزز بيته وقتله هناك. وبعد ما قتل موزز ولع في جثته في بيته. وفجأة شبح موزز هو كمان بيظهر قدامها وبيكون هو الشبح ابو وش محروق اللي شافته يوم عذبوها. وعشان يداري على الجريمة اللي هو عملها اتبنى طفلة بشرتها بيضة اللي هي تبقى جيزابيل اللي قدامنا دي وكمان كتبها باسمه. لكن امها ما استحملتش اللي حصل وقتلت نفسها. وقرايب موزز اللي ضربوا بريستون عند بيت موزز هم اللي طلعوا جثة جيزابيل الاصلية من المية وهم اللي دفنوها عند الناحية التانية من النهر. وهم كمان اللي كانوا بيحطوا التعاويذ والطلاسم وبيذبحوا الطيور عند قبرها عشان يحموا نفسهم من شرها. وروح جيزابيل الأصلية كانت بتطارد جيزابيل عشان بتطالب بحقها في البيت والحياة. دي كمان حرقت أبو جيزابيل في الحظيرة عشان تعمل فيه زي ما هو عمل في أبوها وحرقوه. وبعدين شبح أمها وشبح موزز بيقربوا منها عشان يكتفوها وياخدوها يقدموها قربان لشبح جيزابيل الأصلية. وجيزابيل عمالة تصرخ ومش عارفة تقاومهم وبياخدوها عشان يرموها في النهر. وبيجي بريستون من المستشفى وبيشوف جيزابيل وهي رايحة ناحية النهر وبيجري عليها عشان يلحقها وبيرموها فعلا في النهر وجيزابيل بتغرق في المية. وشبح جيزابيل بيقرب منها عشان يستحوذ على جسمها. وبعد ما جيزابيل بتموت شبح جيزابيل الأصلية بيستحوذ على جسمها وبيخرج من المية. وبريستون بيخرجها من المية وهو فاكر انها جيزابيل حبيبته. وجيزابيل بتقول وديني للبيت وبريستون بيوديها للبيت فعلا. وبكده جيزابيل الأصلية بقى عندها بيت وجسم خاص بيها وبيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.